في دار الأيتام ده كان في أولاد كتير قاعدين بيلعبوا، وكانوا قاعدين مستنيين حد يتبناهم. المدرس بتاعهم قال لهم في حد النهاردة جاي يتبنى طفل. هما كانوا سعداء جدا وكانوا بيفكروا نفسنا نتبنى واحد. الأولاد كلها كانت متحمسة ما عدا واحد كان مش عارف هيعمل ايه، بس هما اختاروه وقرروا ان هما يدوله اللعبة وقالوا له احنا عايزينك انت تعيش معانا. لما راح يعيش معاهم كان سعيد جدا، وكانوا بياخدوا بالهم منه كويس قوي، وكانوا عارفين يدلعوه جدا. الولد كان بيقضي كل وقته معاهم، كان بيساعدهم وكانوا هما بيهتموا بيه جدا، كانوا بيلعبوا طول الوقت. بس فجأة الأم قالت للأب أنا حامل وعندي بيبي جديد مستنياه. كانوا دي أسعد لحظة في حياتهم. الولد ما كانش عارف يعمل ايه، لأن وجود بيبي جديد كان ممكن يأثر على حياته. وفعلا هو لقى نفسه في وجود البيبي الجديد مش عارف يعمل ايه، وهم ما بقوش مهتمين بيه زي الأول. كانوا طول وقتهم مع الطفل الجديد. ده طبعا حقيقي، لأن الطفل الجديد محتاج معاملة خاصة لأن هو لسه صغير. بعدها بشوية لقى نفسه كل شوية هو يعمل حاجة كويسة، لكن أهله في الآخر بيهتموا بالطفل الصغير حتى بعد ما كبر. حتى لما هو جاب درجات كويسة ما كانش مهم بالنسبة لهم، وابتدى يغير من أخوه الصغير. هو مش أخوه الحقيقي، بس هما مربينهم إن هما أخوات. أي حاجة بيهتموا بيها بالطفل الصغير هو كان بيتضايق، بس أخوه كان بيحبه وقرر إن هو عايز يساعده، بس هو ما كانش مديله فرصة. هو برضه طفل مش واخد باله إن هو متضايق من أخوه. عملوا سبق عجل، وكان هو بيسبق بالعجلة بتاعته كتير لأن هو الأكبر، وكان هيخبط في عامل البيتزا، ولكن أخوه هو اللي خبط واتصاب جامد قوي، وهو بقى خايف عليه. نقلوه المستشفى وكان عنده إصابات كتيرة. أهله كانوا خايفين قوي وكانوا زعلانين جدا. قالوا له أنت ده كان في عهدتك، إزاي أنت الكبير وتسيب أخوك الصغير يحصل فيه كده؟ هو ما كانش مصدق إن هو السبب في اللي حصل، وكان زعلان جدا وحس إن هو مش منتمي للبيت ده، عايز يرجع تاني يلعب مع أصحابه. بس أصحابه كانوا خلاص نسيوه وكانوا بيلعبوا هما لوحدهم. هو حس إن محدش بيحبه في الدنيا دي كلها، وقال أنا محدش بيحبني في الدنيا دي كلها، أنا بس عايش عشان مين؟ في اللحظة دي أخوه جه قال له استنى، أنا بحبك، أنا بحبك جدا، اوعى تأذي نفسك عشان أنا بهتم بيك. ودي كانت النهاية السعيدة، إن هو حس إن مهما كانوا أسرته بتبعد عنه بس في الآخر بيهتموا بيه. لو عجبكم الفيديو ده دوسوا